الا سولتك اشنا هو الشعر اللي كتحلمي به، ضروري ما غادي تقول لي ما كرهتش يكون عندي بحال الشعر ديال الهنديات. والسبب ان الهنديات ماشي شعرهم غير كثيف وصافي، وانما قوي طويل شايني، يعني فيه جميع المقومات اللي كتحلم بهم اي بنت. وشعرهم طبيعي، يعني كيبان لك صحي. مؤخرا تحت لي الفرصه باش ندوي مع واحد البنت اللي هنديه وكنعرفها. مني بديت كنسولها على شعرها وعلى شنو السبب، يعني علاش هو قوي، واش جينات، واش حيتاش ما عمرها قطعاتو، داكشي باش طويل بزاف، اشنو السبب بالضبط اللي كيخلي الهنود معروفين بالشعر. وهي تبارطاجي معايا واحد الروتين اللي هو ويكلي روتين، تقريبا روتين اسبوعي خطير، وفيه واحد الوصفه اللي ما يمكنش، اللي مبهره وغادي تبين لكم النتيجه. وانا نقول عوض ما نحتفظ بهذا الشيء راسي، بطبيعه الحال غادي نبارطاجيه معكم. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب لاشين ديالنا، حيتاش في الفيديو القادم غادي نبارطاجي معكم شكون هي البنت اللي ربحت معنا في الجيف واي. باش ما نطولوش الفيديو يلا نبداو. غادي تختاري واحد النهار في السيمانه فقط، يفضل ان هذا النهار يكون فيه شعرك نقي ومغسول. مثلا تقدري انك ديريها وسط السيمانه، ديري هاد الزيت هادي اللي خطيره وكتقوي الشعر، كتقلو وكتبان لك النتيجه ابتداء من 4 ديال السيمانات، وغادي تبداي تحسي بالفرق. اول حاجه غتحسي هي ان الشعر ديالك ما بقاش كيتساقط، وغادي تطول لك شعرك وغادي تكتفو لك. هاد الزيت هادي كتشققي بها راسك، اللي كتكبي زيت العود اولا زيت الزيتون الطبيعيه اللي معروفه عندنا في المغرب. بطبيعه الحال كتخليها شويه تبخر باش تحيد منها الملحه، وكتزيدي عليها بصله مقطعه. ضروري ما تقطعي البصله وكتبداي تحركي مزيان. من بعد كتزيدي 2 معالق ديال الحلبه و2 معالق ديال الحبه السوداء. كتخليهم بيان سور حتى تتولي لك بحال مقليه بطاطا فريت بحال هكاك، كتولي تحرق مزيان. وعاد باش كتزيدي لها شويه من الفيتامين او، كتزيدي على ديك الزيت اللي كتكون باقا سخونه، وكتزيدي ليها زيت الكوك. زيت الكوك ضروريه للترطيب والتنعيم. كتزيديها وكتخلطي مزيان وكتشققي بهم راسك، ويكونوا سخان، ماشي تخليها حتى تتبرد، حاولي تخليها شويه تكون دافيه. كتشققي بها راسك وكديرها في شي قرعه ديال الساج. هاد الزيت هادي على حسب ما كتقول لي راها شي حاجه اللي خطيره وما ما كيستغناوش عليها الهنديات. يعني في اي دار هنديه غادي تلقيهم كيديروا هاد الزيت هادي، داكشي باش شعرهم كيكون صحي وما كيكون فيه لا تقصف لا والو. وحتى من الترطيب راه كترطب الشعر. وبالنسبه للشامبوان، هما ما كيغسلوش بالشامبوان اللي فيه السلفات والسيليكون نهائيا. اغلبيه الشامبوانات اللي كيستخدموا كيكونوا طبيعيين، وراني ديجا شاركت معكم بزاف ديال المعلومات على الشعر، ودرت سلسله كامله غير على الشعر، تقدروا ترجعوا ليها وتفرجوا في الفيديوهات اللي دويت لكم عليها. فهما ما كيغسلوش باي حاجه فيها السلفات، كيديروا سواء شامبوان ديال الاملا اللي كيتصنع من الاملا اللي كيكون خطير بزاف. ما علينا. هاد الوصفه ثاني اللي كنقول لكم هي ديال الترطيب، واللي المكونات ديالها معروفين، واللي كديريها حتى هي مره في الاسبوع. وحاولي هاد الوصفه هذه تكون في اخر السيمانه. اشنو كاين في هاد الوصفه هذه؟ كاين فيها زيت الاملا مع زريعه الكتان مع الرز ومع بذور السمسم. كتشدي هاد المكونات كامله وكديري لهم نفس الطريقه، كتسخنيهم مع بعضياتهم، كتخليهم حتى كيغلاو، وكتعاودي ثاني تشققي بهم راسك. وهاد الطريقه هادي على حسب ما كتقول راها كترطب بزاف الشعر. ملي كتصفي هاد الزيت وكديريها كترطب بزاف الشعر. دونك حاولوا انكم تجربوا هاد لا روتين هادي، على حسب هي ما كتقول راه شي حاجه اللي كيديروها جميع الهنديات ماشي غير هي. وحتى فاش انا دخلت نقلب راه فريمون لقيت بزاف ديال الهنديات كيتبعوا الطريقه هادي على اساس انه روتين هندي. دونك ضروري اي هنديه تكون كديرها. بالنسبه لهاد الوصفه هادي راه كتبقى تقريبا ساعه في الشعر حتى ساعتين. ماشي مشكل انك تخليها في شعرك بزاف، لانها ما كتسببش تساقط، وانما كتعالجو لك، كتخليك تحصلي على شعر الاحلام. بالنسبه للوصفه الثالثه اللي هي هذه، بالنسبه للفيديو ما غاديش تلقاوها كديرها بالحنه، ولكن انا كنقول لكم ديروها بالحنه والشيكاكاي الهنديه والاملا. بالنسبه للاعشاب الهنديه راه غتلقاوهم عند اي عطار. دابا راه كلشي ولا عارف بالاهميه ديال المكونات اولا الاعشاب الهنديه، غادي تقدري تلقاي الشيكاكاي في العطار المغربي. دونك بالنسبه لهاد المكونات كامله، اولا بالنسبه لهاد لا روتين، الا مشيتي حتى تبعتيه، تخيلي معايا ان شعرك غيتبدل 180 درجه.
وخصوصا اللي كنتي ديجا تفرجتي في لي فيديو اللي كندير على الشعر. درت 2 فيديوهات اللي فيهم تجربتي الشخصيه وتجربه ديال صحاباتي، وزدتكم دابا حتى التجربه ديال الهنود. شنو بغيتو؟ دونك راه كلشي اللي بغات تبدا واحد الروتين هيلثي للشعر ديالها واللي تطور وديفلوبي شعرها هاد السنه هادي، خصوصا الكثافه، لان كلشي كيقلب عليها، فضروري ما تفرجي في هاد السيري. الضفيره من اهم الحوايج اللي كيديروها الهنديات للشعر واللي ما كيستغناوش عليها. اي هنديه كدير الضفيره لانها كتحافظ حتى هي على الشعر. تقريبا كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم. خاصكم ضروري تتبعوا هاد لا روتين وتكتبوا لي ليكسبيريونس ديالكم معاه، لان هاد لا روتين ماشي شي حاجه اللي بديهيه ولا شي حاجه اللي غير هضره وصافي، وانما تجربه ديال هنديه بنفسها اللي دوات ليا على هاد المساله هادي. وانا متاكده ان اي بنت كتعاني من التساقط وما خلات ما جربات الا جربات هاد المكونات هادو ودارت هاد لا روتين الاسبوعي، فغادي تكون اكيده ان شعرها غادي يتحسن تقريبا في 3 ديال الشهور. هادشي اللي كاين. كانت معكم شيماء ونهاركم مبروك.